بص يا صاحبي، لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايتنا فروح شوفه الأول وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نكمل الحكاية. بعدها بيجي الصحافة والضباط، بس مش بيلاقوا أي حاجة غير شوية رماد وحاجات غريبة. السيد سايمون بقى بياخد فريقه وبيمشوا من المكان بسرعة. أما بقى في اسم الشرطة، الضابط بيترعب وبيروح يحكي كل حاجة لمديره، وكانوا عاوزين برضه يوقعوا كل حاجة على المعارضة، بس المدير واللي بالصدفة بيطلع هو نفسه الصحفي. لأ، أنا بدأت أستغرب الراجل ده بصراحة. وعشان ما تتلخبطش، فكاي هو ضابط مخابرات ومهمته يعرف مين هو السيد سايمون وفريقه. بعدها بقى في المدرسة كانت ريوكو قاعدة في الحصة، بس تفكيرها كله مع اللي شافته امبارح وازاي يوليوس سريع وقوي كده، وصاحبتها بيشوفها شردانة كده بيقول بس البنت دي أكيد بتحب، وهي بتتحرج بس سمايفت بقى أي إحراج، وهي أصلا واقعة لشوشتها. نسيبهم ونروح ليوليوس اللي كان تفكيره مع ساكي، بس فيليب بيقول له إن عيلة باباها جم خدوها. يوليوس بيتضايق لأنها طفلة وكانت متعلقة بابوها، بس فيليب بيقول له إن العيلة بالنسبة للطفل هي كل حاجة، وبيسيبه وبيمشي. ويوليوس بقى بيفضل يفتكر عيلته، وبنشوفه هو لسه طفل عنده 5 سنين وكان بيحاول يصطاد غزالة، لكن أخوه بيجي ويصطادها هو مكانه، وبيطلع إن أخوه شعره رمادي وعينيه زرقاء، نفس الشخص اللي شفناه قبل كده، بس بتبقى علاقتهم حلوة جدا. وبيفضل يوليوس يقول له تعرف لو ما كنتش نشنت انت كان زماني اصطادتها، واخوه كبير ميخائيل بيضحك ويقول له خلاص يا عم لما نرجع القرية قول لهم ان انت اللي اصطادتها. فيوليوس بيفرح، بس ميخائيل بيقول له انت صدقت هنس يا فاشل. بيرجعوا لقرية كان أهلها ناس بسيطة قوي، والكل بيفرح بالصيدة والجامدة دي، وميخائيل بيقول لهم إن يوليوس هو اللي اصطاد، بس هو بيخجل ويقول لهم لأ ميخائيل هو اللي شاطر في الصيد، ويضحك الكل على براءته. وبعدها الكل بيجتمعوا في بيت زعيم القرية اللي هو نفسه جد يوليوس وميخائيل، وياكلوا عنده زي كل يوم وبيمشوا. بيظهر على الجد القلق وبيسأل الأم عن أبو ميخائيل، فبتقول له إنه لسه ما جهاش بس أكيد هيجي، لكن الحظ بيقول لها صعب قوي، مهمته دي مش هتخليه يرجع تاني، وإنه يدور على كنز السيريوس اللي هم قبيلته عشان يرجع مجد القبيلة من تاني. وبيبص الجد على ميخائيل ويقول لها بس حفيدي كبر وخلاص هيبقى مكاني على ما أبوه يجي. يوليوس بقى بيصحي، فالكل بيسكت، وأمه بتقول له إن عيد ميلاده قرب وهي بتجهز له هدية مخصوص عشانه، فبيفرح جدا أيام ما كان مش بيحلم بحاجة. بيفوق يوليوس من الأفكار دي، وبنلاحظ إن أصحابه بيحاولوا يتكلموا معاه، بس هو كان عاوز يفضل لوحده لحد ما بيجي السيد سايمون، وبيقعدوا مع بعض وبيفتكر يوليوس باقي ذكرياته. يوم ما صحي على صوت خبط قوي، ولما نزل لقى وحوش غريبة واخوه ميخائيل كان بيقاتلهم، وقال له ان دول مصاصين دماء. بس الصدمة بقى ان امه كانت اتصابت، وبتقول لميخائيل ان هي اللي هتموت، وتطلب منه ياخد يوليوس ويهربوا فورا. ميخائيل عشان الكبير العاقل بيطيع كلام امه، بس يوليوس بيرفض يسيبها، فبتاخد الكوفية اللي لسه مش مخلصتهاش وبتديله ليوليوس، وبتقول له دي هديتك اللي ليه مخلصتهاش، وتكون بين ايديهم. بيتحركوا الاخوات، وبنعرف ان كل اهل القرية ماتوا، ما عادش غير ميخائيل ويوليوس من قبيلة السيريوس. وبعد شوية مشي يوليوس بيلاحظ ان الجو بقى هادي، بس ميخائيل بيقول له خلي بالك من نفسك ونام كويس، واهم حاجة تفضل تعافر. يوليوس مش بيفهمه، بس للأسف دي كانت كلمات الوداع من قلب ميخائيل الحزين اللي بيرفع سلاحه في وش المصاصين الدماء وبيحاول يحاربهم بكل قوته وبإيده الصغيرة. ولما يوليوس بيحاول يدافع عنه، ميخائيل بيزقه بعيد عنه عشان ينجيه، ورغم كده في واحد منهم بيروح وراه. يوليوس بيفوق من الذكريات دي كلها ويقوله للبروفيسور سايمون ان شفت اخويا ميخائيل، بس سايمون بيقول له ان بالوصف ده فاكيد اخوك عمل اتفاق مع الشيطان وبكده بقى مصاص دماء وخطر عليك. لكن يوليوس بيرفض يصدق الفكره دي ويقول له حتى لو كان مصاص دماء اخويا انا عمري ما هحاربه ابدا. البروفيسور سايمون بيحاول يهديه ويطلب منه يفكر بعقله، العواطف مش هتفيد بحاجه، وبيسيبه وبيمشي. وقتها كانت ريوكو موجوده وبتحاول تدخل ليوليوس، لكن هو بيطلع وهو متعصب، فبتروح وراه، ويوليوس بيفتكر بقى ايه اللي حصل لما فضل يتزحلق على التل ومصاص دماء وراه لحد ما قدر يمسكه. ويوليوس كان بيحاول يدافع عن نفسه بايده الصغيره دي لحد ما المصاص الدماء عمل اغبى حركه، مات بسبب انه قطع الكوفيه بتاعت يوليوس. يوليوس بقى بيتحمل، وفجاه بتتجمع فيه كل طاقه السيريوس اللي بتخليه يطير ويخلص على مصاصه الدماء في ثواني. وقتها يوليوس من الغضب كان هيتحول، بس ريوكو بتروح وراه، فبيبص لها قوه ويقول لها ايه مش خايف مني؟ وعلى غير المتوقع ريوكو بتقول له لا بالعكس شكلك جذاب اكتر، لا البنت دي مجنونه رسمي. يوليوس بيهدأ ويحس انه مش وحش لاول مره في حياته، وبتحاول ريوكو تفهم منه اللي حصل في بيت الدكتور، بس هو بيقول لها كل ما انت شفتي كل حاجه تبقى عرفتي اني صياد مصاصين الدماء، ويقول لها دي حياتي فاحسن ليكي تبعدي عني، بس هي ولا بتهتم بكلامه. اما بقى البروفيسور سايمون فيروح البار وبيسهر مع صديقه الجاسوس وبيكون نادم، وبنعرف ان هو انقذ يوليوس من مصاصين الدماء واخده معاه بعد ما انفصل عن اخوه، وقال له ان اخوه مات. ويوليوس فضل يعيط ويقول كان لازم تنقذ اخويا ومش مهم انا. ومن وقتها البروفيسور سايمون هو اللي ربى يوليوس، بس واضح عليه انه مخبي سر كبير.
الغريب بقى إن مساعد زعيم مصاصي الدماء بيروح لزعيم الساموراي وبيقول له الزعيم بيقول لك شكرا بس مش عاوزين نشوف وشك تاني، خلاص بقى اللي عاوزينه خدناه. فزعيم الساموراي بيقول له يا راجل ده بحول خالص، هي الدنيا اديتك حاجه يا مصاص؟ قال له لا. بيقول له طب خد دي من عمه، ويخلص عليه ويلبس الطاقيه بتاعته ويقول لرجالته انتهى عصر مصاصي الدماء وجي عصرنا، يلا بينا نخلص على الوحوش. ساعتها بقى كان فريق البروفيسور سيمون قاعدين بيدوروا في اخر الجرايم الخاصه بحزب المعارضه او الساموراي، ولما مش بيلاقوا اي حاجه بيقولوا بس يبقى هم قدروا يوصلوا لكل الاعضاء اللي محتاجينها، وده حاجه مش كويسه خالص. ويتخانق فيليب مع الشاب القوي عشان هو تاب من شيل الكتب. بيقول لهم يوليوس انا هروح اجيبهم. ساعتها بتيجي ريوكو وبتقول لهم ان ابوها عزمهم على الغدا وكل حاجه كانت ماشيه تمام، لحد ما ريوكو بتشوف يوليوس قدامها فبترتبك جدا وبتتكسف وبتتلخبط وبتمشي بسرعه. ساعتها الكل بيلاحظ ان هي معجبه بيوليوس، بس طبعا ما حدش يقدر يقول حاجه. على الجانب التاني وفي واحدة من الشركات الكبيرة بيكون البروفيسور سيمون بيقابل مدير الشركة، وبنفهم إن سيمون بيحاول إنه ياخد منه معلومات وفي نفس الوقت لو حد بيراقبه ما يشكش إنه رجل أعمال. بس من حظ البروفيسور سيمون إن الصحفي كاي كان مراقبه ودخل وراه في الأسانسير وقال له أنا عارف إن ليكي علاقة بموت الدكتور، مش أنت برضه كنت رايح له يومها؟ سيمون مش بيرد عليه وبيحاول يغير الموضوع، بس كاي بيقول له انه عارف ان ليك يد في كل اللي بيحصل وان مش هيهدى غير لما يوصل لاجابه واضحه. لما بيخرج كاي من الشركه بيركب عربيه وبيطلع ان رئيس الجيش كان مستنيه، وبنعرف ان هو اللي رشح كاي للمهمه دي وطلب منه يركز على سيمون وفريقه. وبيظهر من كلام كاي انه ضابط مخابرات ذكي جدا. اما البروفيسور سيمون فبيرجع لفريقه بيبقى متضايق من اللي حصل وبيفكر معاهم، بس مش بخصوص كاي، لا خالص، هو ولا حطه في دماغه اصلا، بس بيفكر في موضوع مصاصي الدماء وخطة الجاية وليه كانوا بيسرقوا الحاجات دي. بس يوليوس بيكون عنده خطة وبعد شوية هتعرف ايه هي الخطة دي. على الجانب التاني بقى كاي بيرجع لمكتبه وبيلم همومه بسرعة، وبنعرف انه هيسافر الصبح على اول اطار رايح لمدينة سوهان. في بيت المحافظة بقى بيقعد الفريق ياكلوا مع المحافظ، والسيد سيمون بيقول له ان في واحد من فريقه هيسافر عشان ينجز المهمة اللي في مدينة سوهان. فريوكو بتقلق وبتسأله يا ترى مين فيهم اللي هيسافر. مساعدة البروفيسور بتفهم قصدها وبتقول لها اللي هيسافر هو يوليوس، وبتفضل تضايقها وتقول لها ان هي هتاخد بالها منه كويس. وريوكو بتتغير جدا وبتفضل تاكل لحد ما بتخلص الاكل كله، غيرتها جاية علينا بخسارة. على الحدود بقى بنشوف عدد كبير جدا من الجنود وهم ميتين، غير حروق وتدمير في الاماكن اللي هم قاعدين فيها. وتفتكروا مين هيكون عمل كده غير زعيم مصاصي الدماء؟ وبعدها بياخد نفسه وبيروح لمكان زعماء مصاصي الدماء الكبار، ايوه هم الثلاثه اللي متشقلقين من رجليهم دول، وده مش قصر تعذيب ولا حاجه، دي نومتهم المفضله، مصاصي الدماء بقى وخفافيش والجو ده. ويقول لهم الزعيم يف ان حلمه بيوصل لكنز قبيله السيريوس، بس الزعماء بيقولوا له ان ده حلم قديم وسخيف وملوش اي دلاله اصلا، وبيطلبوا منه يسيبه من الكلام الفاضي ده ويركز مع شعب مصاصي الدماء. وهو كأي زعيم مصاص دماء محترم ولا بيعبرهم وبيسيبهم وبيمشي. بيطلع بقى بيلاقي تمارا وسمارا ودول بقى المساعدات بتوعه. بيقول لهم خبر كده فبيقول لهم برافو يا بنات، تعالوا ورايا بقى عشان نطلع نخلص على الكوكب، ما هو الكوكب مش ناقص غيركم الصراحه. تاني يوم في محطه القطار بنشوف ريوك الخبيثه اللي قدرت تتسلل وراحت ورا يوليوس والفريق عشان تبقى معاه، شكلها غلط عليه. في نفس الوقت ده كان الساموراي هجم على نفس الشركه اللي كان فيها البروفيسور سيمون من كام يوم، ودخلوا خلصوا على كل اللي فيها بدون رحمه. في الوقت ده بقى كان سيمون قاعد مع الجاسوس بتاعه في البور اللي فضل يتكلم معاه عن مصاصي الدماء، وبيعرف ان جماعه الساموراي كان بيدعمهم ماديا صاحب الشركه دي، واللي بيطلع مين بقى؟ هو نفسه كير، ايوه مساعد زعيم مصاصي الدماء. صحيح الدنيا دي طلعت اوضه وصاله. في القطر بقى كانت ريوكو عماله بتحاول تلاقي طريقه تقرب فيها من يوليوس، لدرجه ان اشترت بكل الفلوس اللي معاها اكل عشان يعني تلاقي حاجه تدخل تتكلم معاه بيها. بس فجاه يوليوس بيشم ريحه مصاصي الدماء وبيسيب القطر اللي هو فيه على اخر اللحظه وبيجري على القطر التاني، وطبعا ريوكو وراه. الصحفي كاي بقى وصلته معلومه ان كل اللي كانوا في الشركه ماتوا، فالراجل بيخاف لان اكيد في بلاوي ورا التصرف ده. بس لما بيعرف ان رئيس الجيش في القطر اللي جنبه بيروح بسرعه وبيركب القطر، وبكده بقى كاي ويوليوس وريوكو كلهم راكبين في نفس القطر. ومش هم بس كمان، ده كمان كير ومعاه علم مجنون كده بيكونوا راكبين في نفس الاطار، وواضح ان هم بيخططوا لحاجه. وبنلاحظ على كير انه مش واثق في العالم المجنون ده خالص. اما يوليوس فمش بيقدر يشم ريحه مصاصي الدماء بسبب الدخان اللي داخل جوه القطر، فمساعده البروفيسور فبتجيب تذاكر جديده وبتقول لليوليوس ما تتحركش وهي هتروح تشوف الدنيا فيها ايه، عشان لو في مصاص دماء هنا فما ينفعش تحاربهم بسبب كتير من البشر. اما الصحفي الجاي فبيقدر يدخل لرئيس الجيش بعد ما بيعرض للحارس المخابرات. يوليوس وهو قاعد في امان الله مستني يشم ريحه المصاص دماء تاني، فجاه بيلاقي اخوه ميكائيل قدامه. ولحد هنا نكون خلصنا الجزء ده من الانمي بتاعنا. استنونا في الجزء اللي جاي ولسه في حاجات جامده جايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. سلام.